واحد الساحر حل بوابة لعالم الآخر بواحد الطلاسم باش يخرج منها عفاريت وشياطين وخدام، ولكن مع التالي نسى باش يبلع هذيك البوابة. شسرا موراها وشايل العواقب تاعها في واحدة من أغرب البحيرات على وجه العالم، وبالتحديد في اسكتلندا النائية. كاين واحد القصر ما يشبه حتى القصر واحد آخر، قصة تاعه بيزار وعلى بالي بلي جامي سمعتها. وهذا القصر اللي اختاره واحد البنادم باش يكون المخبأ تاعه، وهذا البنادم غادي يولي واحد من أشهر الناس في العالم، واللي هو الساحر أليستر كراولي. هذا الساحر اللي حل واحد البوابة لعالم آخر، وهذيك البوابة مازالها محلولة إلى يومنا اللي رانا فيه، وليها قصص بزاف. الناس تنتحر والنار تشعل بلا سبة، وواحد ما كانش عارف شاري يصرى فيها، والسبب ما كانش السحر برك، ولكن السبة هو الساحر اللي حل هذيك البوابة من البداية ونسى باش يبلعها مع التالي. قبل ما نبدا، المحتوى تاعي هو قصص تاع رعب ولا جرائم ولا صوالح بيزار. اذا تبغي هذا المحتوى دير ابوني ويلا نكملو. في عام 1899 في اسكتلندا كان الساحر أليستر كراولي يحوس على بلاصه يدير فيها طقس من طقوس السحر تاعه، وهذه الخطره اللي قلها بلاصه معزول على الناس لخاطرش هذا السحر كان واعر بزاف. والساحر هذا ده هذا الطلسم لواحد كتاب سموه أبراميلين للسحر، وكان من شروط تنفيذ هذا الطلسم لازم عليه ينعزل للناس لمده 6 شهور كامله، واللي يسموها بالخلوه. وهنا قاعد يحوس على هذه البلاصه حتى اللي طاح الاختيار تاعه على قصر بوليسكين، وهذا القصر كان بعيد كاع الناس وما كانش اللي يجي يلقاه، وكان في وسط الغابة واحد الضفة تاع النهر، بعيد ومعزول، بلاصة مناسبة للنوع اللي راح يحوس عليه كراولي. وهذه تاني كانت واحدة من الشروط تاع هذاك الطلسم باش يستحضر العفاريت والشياطين. وكراولي من هذا الطقس كان عنده 2 أهداف. الاول باش يتواصل مع اللي سماه بالملاك الحارس المقرب، بنفس الوقت كان باغي يستدعي 115 شيطان وعفريت وخدام. وبدا كراولي بهذا الطقس، وبدت الاصوات تخرج من تماك، والنار قاعده تشعل وتطفى وحدها في هذاك القصر. وبعد اللي فاتت 3 شهور من اللي بدا الخلوه تاعه، صرا الكراولي واحد الظرف طارئ، وهذه الحاجه كانت واعره بزاف. كي تبدا الخلوه تاعك ما لازمش عليك تخرج حتى اللي تكمل، وهذا كان خط احمر ما لازمش عليك تفوته. والسبب اللي خرج على جاله كراولي واللي هو المنظمه السريه اللي كان هو واحد منهم، ولا بيناتهم خلافات وصراعات ولاو يتقاتلوا بيناتهم، وكان لازم عليه يروح باش يحل هذه النزاعات. وهذيك المنظمه كان سموها منظمه الفجر الذهبي. وكراولي قبل ما يخرج من هذاك القصر دار واحد العفسه صغيره، كان حاسب بلي هذيك العفسه غادي تحبس هذاك السحر، وكسر واحد الدائره اللي كان راسم عليها هذا الطلسم بلا ما يكمل الطقس تاع الطرد ولا تاع اغلاق البوابه. ومن موراها خرج من هذاك القصر، وهنا بدات المشاكل تبان. فاتت الايام وهذاك القصر ولا فندق، وكان اي واحد زائر ولا ضيف يدخل ليه غير يقيس الخطوه الاولى يحس بشقيقه في راسه، ويقعد يرجف كي شغل راهي كاينه طاقه ولا حاجه سلبيه في هذه البلاصه. وتاني كاين واحد الناس اللي كانوا يهبلوا غير وحدهم، وتاني كاين واحد الخادم في هذاك القصر كمل على روحه وبلا سبه. وحتى اللي يروحوا الغنم حتى هذاك القصر كانوا يحسوا بهذو الصوالح وبهذيك الطاقه. وتاني العمال اللي كانوا يخدموا في هذا القصر ولا تصرى معاهم صوالح فري بيزار. ومن مور هذه الحاجه مرت السنين على هذه الحوادث، وبعد 50 سنه واحد الضابط شرى هذا القصر على اساس انه يسكن فيه، والضابط كان سموه ادوارد جرانيت. ولكن بعد مده صغيره من اللي شرى هذا القصر، الضابط هذا كمل على روحه بيتلقى في راسه، وكان في نفس الغرفه اللي كان كراولي يدير في هذاك الطقس. وفي عام 1970 القصه راحت باتجاه واحد اخر كاع. جا واحد الانسان سموه جيمي بيك وشرى هذا القصر، وهذا الانسان كان عازف تاع جيتار ومشهور في كاع العالم في هذاك الوقت. وتاني كان من هذوك اللي يبغي يلم الصوالح تاع المشاهير، وهذا كان مهووس بالصوالح تاع الساحر كراولي. بيك شرى هذا القصر كما اللي قبله ما عاش فيه بزاف، خرج بواحد التصريح وقال لهم بلي هذا القصر فيه واحد الطاقه غريبه وتخوف وفريما راهيش نورمال. وحتى اللي كان يزوروا تماك اكدوا نفس الهضره تاعه، وكانوا يحسوا بلي هو ثقيل ويستمعوا الاصوات تاع واحد قاعد يتمشى، وكاع الوقت كانوا يحسوا بلي راهم عاسينهم. فاتت الايام والقصر هذاك يعاند الزمان والمكان حتى لسنة 2015 شعلت واحد النار في هذاك القصر، ونصه كاع انحرق وما كانت كاينه حتى سبه جنائيه باينه. وبداو باعاده الترميم، وقبل ما يكملوا وفي سنه 2019 يعني بعد 4 سنين برك تاني هذاك القصر يعاود ينحرق ويكمل على النص اللي بقى من هذيك القصر. وكل حاجه كانت مصنوعه من اللوح راحت وانحرقت، وبقاو غير الحيوطه وحدهم، وبقات معاه الاثار والتاريخ تاعه. واليوم واحد المؤسسه خيريه راهي باغيه ترمم هذا القصر على اساس يديروا مزار ولا متحف للناس، ولكن ردوا عليهم العشاق تاع الخوف وما ورائيات، وقالوا لهم مهما تسيو تردوه كيما كان غادي يبقى هذا القصر عنوان للخوف وما غاديش نقربوا ليه. وما كاش اللي راه عارف اسكو الصواح اللي كانوا يسروا ما كاش منهم كاع من الاساس ولا كاع لا صراو كانوا ظهر يعني ما الصدفه صراحته صحيح، ولا صح أليستر كراولي هو السبه اللي حل هذه البوابه. وتقول لي اذا جاتك فرصه باش تزور هذا القصر تروح ولا لا؟